ازيكم حبايبنا عاملين ايه؟ وحشتونا كتير. النهارده بقى الحاجة عاملة لنا كبيبة بورسعيدي، أحلى كبيبة هتدوقوها من إيد الحاجة، ربنا يديها الصحة. امبارح كان في كابوريا بالله. بصوا عايزة أوريها لكم برضو، يا رب تكون ظاهرة. يلا خد شوفها يا ناكل بايده مش بالشوكة يعني عادي. هي تتاكل كده عشان البرستيج. حلوة قوي بلدي. ما شاء الله، مليانة جمبري عشان كانت موجودش. الكبيبة بقى بتختلف يعني من كل أكلة والتانية بتختلف، يعني في الصيادية دي وفي اللي هي بالصلصة وفي اللي هي بقى ايه مقلية، حسب ما انت يعني بتحبها. بس ده اكتر طريقة احنا بنحبها يعني، اللي هي الصيادية دي. طعمها تحفة، جميلة جدا يا جماعة، ومن الأكلات المميزة هنا في بورسعيد الكبيبة. الشوربة بقى بتاعتها اهي، لها مذاق راقي برضه، تحفة. أكلات بحرية حلوة. شوربة صيادية، ربنا هيخليها لنا ست الكل، تسلم ايديها بجد، تسلم ايديها تحفة. جميلة جدا. تيجي نعمل بقى تحدي اللي يخلص قبل التاني؟ ماشي ها؟ ماشي يلا، ان شاء الله نطلعها لكم في فيديو معانا قريب ان شاء الله نطلعها لكم في فيديو. وهي بقى ايه، هي على فكرة يا جماعة بس اللي هيخلص الاول بقى. اللي انا عايز اقوله لكم ان هي طباخة ماهرة، والله ما بقول كده عشان هي والدتي، بس ده حقيقي، داليا تشهد لها يعني. والله هي مقتبسة بقى الأكل، مقتبسة الطبيخ بقى من حماتي اللي هي نينت الله يرحمها. اتعلمت منها ان نينت الله يرحمها اللي هي ام والدي الله يرحمها، كانت برضه شيفة ماهرة، كانت طباخة فظيعة. فهي اتعلمت بقى منها وهي صغيرة، هي كانت بتحكي لي يعني، بتحكي لي بقى الكواليس بس انا هخلص قبلك. ان هي اتعلمت. وغيرها بقى داليا اتعلمت منها، اتعلمت منها كل حاجه. كانت تقف جنبها وما تتكلمش، صح؟ ما تتكلمش، تقف تبص عليها وتقول. عشان بحب اكلها يعني، لما بتحب حاجه تبقى عايز تعملها وتحب الطعم ده، فانت تحاول على قد ما تقدر ان انت تطلعه زيه. كبيرة كبيرة يا جماعه، حاجه. هكسبك على فكره المره دي برضه، مشهور، هتتعاقب اكيد عندها قرن شطه. مش هتون عليها تعاقبني. ممتازة، جميلة جدا يا جماعة. الشوربه تحفه. في مطاعم بتعملها بره الكبيبة دي، هي لها طرق عديدة بس برضه ما بتبقاش فيها التكاية اللي هي الحلوة دي. الأكل يا جماعة نفس. طبعا الأكل نفس برضه، يعني ممكن تلاقي شيف شاطر وبيعمل نفس المقادير ونفس كل حاجة على التك، وتيجي تلاقي الطاقة بتاعته ماهيش مطرقعة، ماهيش طعم، او فيها حاجه ناقصه، مش عاملها بنفس. هو حقيقي الأكل نفس. هو حقيقي الأكل نفس فعلا. حكيم هي قاعدة هناك اهي، بتسلم عليكم من ورا بتسلم الكاميرا. عليكم من ورا الكاميرا.
حبايبي وحشتوني. ست الكل. جمبري فيها ظاهر قوي. هي مليان جمبري الصراحه، انا شفتها جمبري جميل قوي فيها وظاهر. تحفه ما شاء الله. خضار الحباش. يعني هي امبارح بقى بتقول لي هات لي حباش. هي اللي قايله لي هات الحباش امبارح، بتقول لي هات لي 10 حزم 10 حزم حباش، عشان الحباش برضه مهم فيها، بيديها الطعم. بس برضه انا ما جبتلهاش 10 جبت لها بين 4 ولا 5 6. بس هي ممتازة يا جماعة، جميلة جدا، ملحمة وطعمها حلو أوي. الجمبري برضه بيلعب دور. الجمبري برضه مش أي حد يجيبه يا جماعة، ومش أي حد بيفهم في البحريات، في السمك والكلام ده، لأن السمك برضه بيتنقى. معرفوا إذا كان طازة ولا لأ، ولا بايت، إذا كان بلدي ولا مزارع او مجمد. أو مجمد. الجمبري برضه كذلك، في جمبري بلدي وفي جمبري مستورد. فالحاجات دي كلها برضه ليها إيه؟ بتفرق في الطعم. تكات. بتفرق. وبتفرق في الطعم. حاجات كده صغيرة بس بيبقى لها حسابات كتير حلوة في الطعم، بتفرق. فرمة الرز برضه بيبقى لها تكاية، صح يا ماما؟ احنا عندنا هنا نمبر 1 في المرتبة الأولى المأكولات البحرية. أنا أتذكر وأنا صغير، كان عندنا واحد في الشارع جارنا يعني، وانا صغير قوي يعني، في البيت اللي انا اتولدت فيه واتربيت فيه، كنت اسمعه يعني من الحاجات اللي هي اتذكرها قوي وانا صغير. كان يجي ينده على زوجته من تحت ويقول لها اعملي لنا صياديه من تحت، يجي كده بالعجله ينده على زوجته من تحت ويقول لها اعملي لنا صياديه، ويمشي ويروح شغله ويرجع ونص صياديه معموله. يجي ينده لها في الاسبوع ولا 3 4 مرات عايز صياديه كل يوم. فدي نبذه يعني عن البورسعيديه هنا عامه بالنسبه للمأكولات البحريه والسمك والكلام ده، فده اخذ المرتبه الاولى. بالنسبه للحوم والبط الملكه. بالنسبه بقى للحوم وكده، الطيور والبط والكلام ده، عندنا هنا في بورسعيد برضو في رمضان المرتة والبطه. المرتة والبطه دمياط برضو مشهورين بالمرتة قوي. بيعملوا البطه برضو زينا بالمرتة. البطه دمياط في اول يوم في رمضان اساسي، والعيله بقى تتجمع. عندنا عادات كده وتقاليد حلوه قوي، في منها اللي بقى وفي منها اللي اختفى مع الايام، بس بنتذكره ساعات واحنا في حياتنا كده، بيجي في بالنا حاجات كده بنتمنى ان هي ترجع تاني. بس هو بالنسبه للاكل الصغيره اللي ما عندوش غاويين اللحوم، هما ما عندوش غاويين اللحوم برضه. سريع. الدليفري برضه والاكلات السريعه دي ضيعت حاجات كتير قوي حلوه في حياتنا، عشان تكونوا برضه في المعلومه. يعني الاكل السريع ده اكل البيت برضو لا يعلى عليه طبعا، وصحي جدا. مش معنى كده ان في مطاعم لا، والله في مطاعم كويسه جدا احنا عملنا لها ريفيوهات،
بصراحه اكل البيت حاجه تانية. طبعا لا يعلى عليه. نظافه يعني انا في واحد اخر مره جبنا منه اسمه ايه؟ مودز. مودز بصراحه برضو اكله حلو قوي. ففي مطاعم يعني كويسه عندها ضمير يعني بيهتموا بالاكل بالنظافه عامه والطعم. بيبقى فريق عمل ناجح برضه. حاجه كويسه لما الانسان يكون عامل مثلا مشروع ويجتهد فيه ان هو يطلع احسن ما عنده. بالظبط كده وطلع احسن ما عنده. والناس اللي شغالين مع بعض بقى في المشروع ده هم بيكونوا بيعتمدوا على بعض اعتماد كلي وبيفكروا في المصلحه العامه مش في المصلحه الشخصيه بس. لا المصلحه العامه ده طريق للنجاح. ان انت والتيم ازاي نطلع للمرتبه الاعلى. مش كل واحد بيفكر في مصلحته بس. ويبقى في ميتنج يتعمل كل يوم ونقاط ضعف نتكلم فيها مش عايزين نوصل لها ونقاط مهمه نوصل ليها. الحاجات دي يطوروا من نفسهم للاحسن. بالظبط. كل ده بيعلي منهم بالنسبه للمأكولات انا بكلمكم سمعتهم بتسمع اكتر. المطاعم الناس بتعرفهم اكتر. دي نبذه. احنا ممكن نطبق ده على فكره في حياتنا كلها. يعني في حياتنا في كل حاجه احنا بنعملها. في اي مجال احنا بنشتغل فيه اذا كان انت شغال في اعمال اداريه شغال شيف شغال في اي مكان ممكن ده يوصلك للنجاح. الاجتهاد حلو. طبعا الكبابه جامده جدا 10 على 10. شكلك هتتعاقب النهارده. انت عايزاني اخلص كل ده؟ مش انا عارف انا اكتفيت. تنسحب يعني؟ مش هنسحب. ما شاء الله عطلنا كمية كبيرة قوي. احنا مش هنتكلم في السعرات الحرارية عامة. هي ما ده رز وجمبري وخضار. أكلة مفيدة جدا يعني ماهيش تقيلة. يمكن من أكتر المأكولات اللي هي خفيفة عن المعدة من المأكولات البحرية. تبقى سريعة الهضم وخفيفة عن المعدة. فعندنا برضو أكلة افتكرتها اللي هي رز وجمبري. نفس كده بالظبط بس الطريقة مختلفة بقى. بطريقة مختلفة. يعني الجمبري مش معمول مش ممزوج مع الرز. لا ده لوحده وده لوحده. سوري. بيتعمل برضو رز غامق صيادية. بيتعمل له شوربة برضو. الأكلة دي جميلة جدا برضو. من المأكولات المميزة هنا في بورسعيد الرز والجمبري. والرز والجمبري بقى يا جماعة دي طريقة برضو تانية تكاية تانية خطيرة برضو. وأحلى. تعملوا رز وجمبري زي ما انا قلت لكم كده وتقوموا جايبين بقى شويه محمرينهم. اخدت بالك؟ محمرينهم بقى وبتعملوهم بالفيجيتار. وايه ولهم خلطه كده معينه وتعملي اقراص. اقراص مدوره كده بقى وتحطها على الرز من فوق. على الرز والجمبري من فوق. يبقى في جمبري برضه تاني في الشوربه. ويبقى في جمبري في الشوربه في قاع الشوربه بقى. يعني انت قاعد بتشرب شوربه كده وثلاث ارباعها كلها من تحت جمبري. والرز بقى بني يعني. الرز صياديه. حتى يا جامده. دي طبعا يعني في ناس عارفينها. الله جميله. انا اكتفيت. طبعا يا جماعه انا خلاص. خلاص؟ يعني مين اللي كسبان؟ طبعا انا ما اعرفش هي منقطه. لا اهو انا ما عادش عندي انت اكتر. طبعا تحديات داليا نجيب تكسبنا كل مره. انت لو كملت على فكره هتكسبني. انا ما انتش قادر. ما شاء الله حطينا كميات كبيره كتير. عاشت ايدك يا ماما.
اكلت خلاص. ما تبخلوش علينا بقى بالكومنت الحلو واللايك. اللايك ماما بتقول لكم اعملوا لايك، هتزعل لو ما عملتوش اعملوا اللايك اعملوا لايك ده وشاركوا عشان الفيديو عشان يترفع، والسبسكرايب والمتابعه. اعملوا لنا متابعه، عايزين نوصل لنص مليون. اعمل لكم حفله كبيره. واحنا نعمله. نص مليون يا جماعه ان شاء الله باذن الله. انا هعمل حفله باذن واحد احد، هعمل حفله نص مليون متابع اول ما نوصل لهم باذن واحد احد، وهاخد ناس من الفانز من عندي باذن الله على حساب انا، هجيبهم هنا اهو في الحفله ويحضروا معايا، وهجيب لهم جوائز كبيره جدا، وهنعمل مسابقات وهنعمل فسح كتيره حلوه، ها، وهختارهم انا بالتقييم المعين وهيجوا يحضروا معايا ونوصل للمليون باذن الله كذلك. ومش كده وبس، انا ناوي اعمل ان شاء الله في البروجرام بتاع القناه باذن الله نعمل مسابقات للفانز، هنجيبكم معانا، يعني مش انا ابقى انا وداليا بس، لا، هناخد ناس من جمهورنا برضو هيشارك معانا الحفلات دي، وهيشارك معانا المسابقات دي، وهيشارك معانا فرحتنا، يعني مش هنبقى احنا بس، انتوا هتشاركوا معانا اه. فما تبخلوش علينا بالكلام الحلو، ما تبخلوش علينا باي افكار حلوه، اقترحوا علينا افكار جديده. لو في اي حاجه مثلا انتوا شايفينها مش ولا بد وممكن تقولوا لنا عليها هنتقبلها، عادي هنطور، ممكن نطور نكون حاجه احنا مش شايفينها نصلحها. واشوفكم على خير ان شاء الله، فيديوهات تانية احلى واحلى ان شاء الله بإذن الله. وحاجات تعجبكم، ونشوفكم على خير. مع السلامه.